السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنا عايزة أقول لكم يا جماعة إن أنا أصلا كنت عايزة أتكلم معاكم من امبارح وأقول لكم عن إحساسي وعن الحاجات الجميلة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرد علينا بيها. إن ربنا سبحانه وتعالى مقدر. ربنا سبحانه وتعالى بيحب اللي بيعمل خير. ربنا عز وجل بيحب اللي بيعطي. ربنا بيحب اللي بينفق. ربنا بيحب اللي بيجبر الخواطر. فربنا بقى بيعمل معانا ده، بيرد علينا بقى. انت نويتي تعملي خير، نويتي تجبري خاطر الملائكة الرحمن، فبرد عليكي بقى. فهو الرد كان كبير قوي وجميل جدا، الحمد لله والشكر لله. ومش عارفه اعبر عن احساسي غير بان انا افضل اقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله والشكر لله والشكر لله الشكر لله. ربنا سبحانه وتعالى كريم. من حوالي اسبوع كده كنت في التكريم، عايزه احكي لكم الحكايه دي، اسمعوها معايا كويس قوي. من حوالي اسبوع كده كان عندي تكريم، وانتوا طبعا كلكم حضرتوا معايا التكريم ده، تمام؟ فلو انا في التكريم هناك قابلت الاستاذه ميرفت، وانا قاعده كده واتكلمنا مع بعض وسلمنا على بعض، وشفت طبعا الشعور الطيب منها ومن كل الناس اللي موجودين هناك. فبتقول انا عايزه اجي الدار وكده وفي حد كان واقف تاني معانا برضو، مش فاكره اسمها ايه، وقالت في اطفال برضو ذو الهمم عايزين نجيبهم وكده. فلقيتها بتقول لي طب ما انا ممكن اجيب لك الاطفال لو انت حابه يعني انك تفرحيهم. قلت لها يا ريت. فين؟ انا نفسي من زمان اعمل دمج ما بين الاطفال الايتام وما بين سيدات القصر، ان هم يدخلوا يزوروهم ويودوهم ويسالوا عليهم كانهم اهاليهم، او اطفال ذو قدرات خاصه. ما شاء الله الحمد لله ربنا حقق لي الامنيه دي. فقلت لها خلاص انا ان شاء الله وهبه اليوم ده لله تعالى، احنا هنتكفل بكل شيء اطعام، وهنعمل احنا الاطعام وهنعمل كل حاجه، وان شاء الله هنوزع عليهم هديه لامهاتهم يعني. ما كملتش يومين بعد لما قلت لها لقيت في حد بيتصل بينا، الحاجه فاطمه بتقول لنا انا هبعت لكم عجل لدار زهرة مصر. فبقول ايه ده؟ هو انا نويت ان انا اطلع مثلا حوالي 40 فرخه 30 فرخه، يعني مش حاجه يعني، للاطفال عشان نكبر بخاطرهم. فربنا يروح رادد علينا بقى بايه؟ يروح داخل كده جري من هنا عجل كده، يعني مش اقل من 200,000 جنيه، ما شاء الله تبارك الرحمن. واتذبح، وما شاء الله سيدات القصر اتدلعوا منه على الاخر، كلوا بقى الكبده والقلب والحاجات دي. وان شاء الله بقى ايه الايام الجايه بقى ندلعهم اكتر بالفشه والممبار والحاجات الجميله ايه بتاعه العجل اللي فات، اللي هو فرج، فاكرينه؟ بس وبعدين بقى ايه، نويت نيه تانية ان انا اعمل برضو ايه يوم لاطفال الايتام. قلت خلال ايه الشهر الجاي ده انا هعمل يوم ده انا نويته بيني وبين ربنا وبين ايه الموظفين معايا هنا في الدار، يعني ما اعلنتش عنه ولا اعلنت لحد بره، يعني احنا اتكلمنا هنا بينا وبين بعض. قلت ان انا كمان هعمل ايه يوم للاطفال الايتام. لقيت بقى ربنا ردد عليا بايه بقى؟ لقيت ربنا رد عليا بايه؟ بحاجه كبيره قوي جميله. يعني سبحانك يا رب، اللي بيعمل خير بيلاقي خير. الناس اللي بتقول لي ايه بدل ما التبرعات اللي بتجيلك للدار بتقعدي توزعيها بره، بنوزعها على الاسر المتعففه والايتام والارامل ذو قدرات خاصه. واحنا هنفضل هو احنا بس كمؤسسه خيريه ما عندناش غير دار زهره مصر في اطعام وفي مساعدات وفي طب ما احنا معانا اسر كتير محتاجين، وفي ناس بتستنى كيس اللحمه من السنه للسنه، وفي جبر خاطر. وبسبب الكلام ده انا منعت عن دار زهره مصر خير كبير قوي، ان اللحمه اللي فاتت بتاعه العيد كلها اتخزنت فعلا للدار وما اديناش منها لحد. قلت عشان امن نفسي، عشان ما يحصلش ازمه زي السنه اللي فاتت. بس انا غلطت. حتى الموظفين قالوا لي هنا، قالوا لي يا سمر انت طول عمرك متعوده على مبدا انك بتعملي خير وما يهمكيش فيه ولا ما فيش، وربنا هو اللي بيبعت بعد لما انت بتعملي. فهو ده بقى اللي انا ناويه اعمله. ده مبادئي مش هغيرها عشان خاطر ارضي الناس، هفضل مكمله بالمبادئ اللي انا عشت عليها سنين، ان انا اعمل خير عشان الاقي خير. فراح ربنا سبحانه وتعالى بقى رد عليا بايه؟ لما انا نويت ان انا كمان هعمل يوم تاني للاطفال الايتام، ربنا رد عليا بالمفاجاه اللي انا هوريها لكم دلوقتي. خليكم مركزين معايا كده، خليكم مركزين. ها اهي المفاجاه دي اهي. ست تانية طيبه كلمتنا واتبرعت معانا بالعجل ده، تمام؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. قالت ده لدار زهرة مصر. والست الطيبه اللي اتبرعت معانا بالعجل ده
قالت انا مش عايزه اذكر اسمي ولا مكاني، ومش عايزاكي كمان يا سمر يا نديم تصوري. بقول لها ليه كده؟ قالت لي انت يا سمر اصلا ما شاء الله عليكي بنشوفك، احنا بنتعلم منك، انت ازاي كده يعني على العلن؟ اكيد انت في السر اكبر من اللي احنا بنشوفه على العلن، فبرافو عليكي. فانا مش محتاجه انك انت يا سمر ت... تصوري. يعني قلت لها ازاي؟ لا هصور. قالت لي لا ما تصوريش. قالت لي انا مش عايزاكي تصوري العجل ده. الست الطيبه انا كلمتها وتواصلت معاها والله العظيم قسما بالله، قالت لي وانا فارق معايا تقولي اسمي، هي كده كده خدت اصرار التبرع، انا فارق معايا تقولي اسمي ولا تقولي مكاني ولا تقولي انا مين. ست هي طبعا بتتابعني وهي ربنا يبارك لها ويجازيها كل خير. قالت لي انا مش محتاجه يا سمر تقولي انا مين، انا بس عايزه منك دعوه طيبه، كفايه كده بس. يعني احنا بناخد كفايه الكلام اللي انا سمعته منها اللي اشعر البدن. يعني الحمد لله ناس في الناس بتقدر اللي انا بعمله، الناس بتقدر الحاجه الكويسه الواحد بيعملها الحمد لله. ودلوقتي ان شاء الله هيتذبح باذن الله تعالى في دار زهره مصر، وانتوا عارفين ان الذبح بيقع في ايد الرحمن والدعوات مستجابه باذن الله، وان الذبح ده بيحفظ المكان وبيجعله خير وبيجعل فيه رحمه وبركه وجبر خاطر الحمد لله. انا عايزه اقول لكم ان هو العجل ده معانا من امبارح، يعني هو جه من امبارح الساعه 10 الصبح من قبل ما نبدا الحفله، بس انا كنت محتاجه اعمل بيه فيديو لوحده اتكلم فيه عن جبر الخواطر واتكلم فيه عن اللي انا شفته والرد اللي جالي من ربنا. بس ولا بقى انا والله يا ريتني كان معايا، يا ريتني كان عندي، كنت نزلت بعجول وخرفان وعلى القرى والله العظيم وذبحنا هناك وفرحنا كل الناس. بس للاسف انا ما عنديش الدعم ده، ما عنديش للاسف الدعم ده. بس اذا ربنا كرم وبعت اكيد مش هتاخر ابدا عن كل الناس باذن الله ان شاء الله باذن الله. انا مش عارفه، انا مش لحد دلوقتي انا ما سميتوش حاجه، مش عارفه اسميه ايه. نسميه رزق بقى. في ناس كاتبين لي في الكومنتات اللي فاتت سمي فرج او رزق، فاحنا سمينا اللي فات كان اسمه فرج، ده هنسميه رزق. رزق دخل في دار سيدات القصر زهره مصر، وان اللي بيعمل خير بيلاقي خير. ما تترددوش ابدا ان انتوا تساعدوا الناس، ما تترددوش ابدا ان انتوا تجبروا الخواطر، ما تترددوش ابدا ان انتوا تقوموا دلوقتي تشوفوا بيوتكم وتشوفوا شققكم وايه اللي جوه عندكم مش محتاجينه تطلعوه للناس المحتاجين، لقرايبكم لجيرانكم لاصحابكم لاقربونا اولى بالمعروف، كل اللي حواليكم. هو اصلا خلاص هو هيتذبح دلوقتي، وعندنا من امبارح حطينا له ميه وحطينا له اكل وكل حاجه، بس هو عشان هيتذبح دلوقتي مش حاطين له حاجه. تمام. فالحمد لله ربنا كريم، شكرا يا ربي، شكرا على كل شيء، شكرا اللهم لك الحمد والشكر. وربنا ما يحوج دار زهره مصر لحد، وربنا يبعت لنا دايما الناس اللي مقدره اللي بنعمله، هم اللي يساعدونا، الناس الكريمه، الناس الرحيمه، الناس اللي بتجبر الخواطر، هم دول اللي محتاجينهم في حياتنا، مش محتاجين اكتر من كده. بس هم دول اللي احنا محتاجينهم. بس ما شاء الله تبارك الرحمن. وباذن الله هيتذبح دلوقتي، الجزارين جايين في الطريق، هيتذبح ان شاء الله ونفرح سيدات القصر، عشان هم لازم اول ما اي حاجه بتتذبح في الدار لازم ندخل نشوح الكبده على طول، اهم حاجه عندهم نعمل لهم الكبده في السندوتشات. تمام. يلا اشوفكم على خير، وتنسونيش من الدعاء، واستنونا قريب كمان هنعمل حفله الاطفال الايتام، واللي عنده دار ايتام او عنده دار ذو قدرات خاصه يتواصل معايا ويبعت لي، وان شاء الله باذن الله اعمل لهم احلى احتفاليات، وانا اتكفل باليوم كله، وما عنديش اي مشكله ان انا اساعد الناس دي واجبر بخاطرهم. ده اصلا كنت انا بعمله من اول. فاكرين زمان؟ افتكروا كده، ارجعوا بالفيديوهات ل 3 4 سنين لورا، لما كنا بننزل معهد الاورام، مستشفى الاورام، معهد السلام، دار السلام هرمل، ومعهد ناصر، ولما كنا بنروح دار الصحابه ودار الصادق ودور الايتام ودور المسنين، كنا بنروح كل حته. بس الحمد لله ربنا اراد ان هو يحقق امالي واحلامي، ان انا اتمنيت يوم ما انا قلت وانا بخدم الناس دي لما كنت بروح لهم الدور، ان انا نفسي يا رب يبقى عندي انا دار واخدم انا الناس دي بايدي، فربنا راح كرمني بدار زهره مصر. تمام. فاللهم لك الحمد والشكر. ومعانا دكتور جابر النهارده. في ناس بتحبك عايزه تسلم عليك يا دكتور. طب تعالى. طيب دكتور جابر النهارده منورنا، عشان الناس بتقول لي انت بتجيبي لهم دكتور ولا مش دكتور جابر موجود، بيجي لهم على طول وبيقعد معاهم وبيتكلم معاهم. والله ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ نعم الحمد لله. الله يحفظك يا رب، الله يكرمك يا رب. الناس منورنا. الله يخليك، ربنا يخليك لينا يا رب، ويخليك لسيدات القصر. الله يعزك بوجودك ان شاء الله. ربنا يعزك يا رب. هم عاملين ايه؟ كويسين الحمد لله. سيدات قصر زي الفل. ربنا يخليك، هم كويسين طول ما انت موجود. دكتور جابر ما شاء الله عليه، يعني مدلع سيدات القصر. الله يعزك، ربنا يحفظك يا رب. طبعا دكتور جابر بيجي يخلي باله منهم
من تعديل سلوكهم وعلاجهم وكل حاجه، ربنا يبارك فيه يا رب. تمام. عشان الناس اللي بتقعد تقول لي ايه انت مش بتجي لهم دكتور، اصلا دكتور معانا بقاله سنه وفي دار زهره مصر، طبعا كلنا عارفين دكتور جابر يعني. عطوفه نعم. ايه العسل ده، عامله ايه؟ وان رجليك، انا جبت لك الشبشب حلو كويس يعني مرتاحه فيه، ده احسن. ها طب يا حبيبتي الف سلامه عليك، شفاك الله وعافاك يا قلبي. سيدات الكسر ايه يا جلجل، انا قلت انت هتيجي تقفي معايا وانا بتكلم عن العجل تحت الجديد القمر اللي تحت ده. عامله ايه يا حبيبتي؟ نحمد ربنا. ولابسه السبحه الجميله دي يا اختي عزه. كان يوم جميل حبيبتي الله يسعدك. ربنا يا ربي يسهل لك يا رب حبيبتي يا جليله ويجيكي خير تاني غير العيد. اديني خير تاني اكتر من العجل غير العجل يا رب يا جليله، يدينا كلنا ان شاء الله يا جليله. طبعا. شوف كدبتي. تعالي ازيك، انا جايه اسلم عليكم اهو والله. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. ايه الجمال ده؟ حبة ملوخية وطبق ورغيفين. هات لها حبه ملوخيه وطبق ورغيفين، ما في ملوخيه النهارده. ضحى ازيك؟ عامله ايه؟ مفيش بوسه ليا؟ تعالي بصوا لي، تعالي انت. ازيك يا قبلتي؟ ازيك يا سمسمه؟ اللي عايز يتبس، طب تعالي بوسيني يلا. حبيبتي ربنا يسعدك يا رب. سمسمه عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ حد يلبس سعديه البندانه، خليها تقوم من على الكرسي بتاعها، ده بتعمل لنا مشكله. سمسمه عامله ايه يا روحي؟ ايه الجمال ده؟ وايه اللبن الحلو ده؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ ازيك عامله ايه؟ انصاف القمر منوره. عامله ايه يا بطوطه؟ اخبارك ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ ازيك يا سمسمه؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ ازيك يا نعمه؟ ازيك يا بطوطه؟ اضربي سعديه يا بطوطه، حرام عليك. اضربي سعديه. هي شتمتك عشان هي بتخاف، هي تعبانه مش قصدها، انا عرفت ان هي شتمتك بس هي تعبانه، هي حرام معلش ما تشتمهاش تاني خلاص، عشان هي ملهاش حد غيرنا. وبعدين دي كيوت قوي وعصوصه، دي تتضرب، دي تتضرب، دي غلبانه. ازيك يا قلبي؟ عامله ايه؟ عامله ايه يا روح؟ ازيك يا وفاء؟ ازيك يا صباح؟ عامله ايه؟ ازيك يا غاد؟ لا كل صباح هناك اهي. ازيك؟ ايه الحلاوه دي؟ صحتك عامله ايه دلوقتي؟ ازيك يا ريحان؟ فين كريمه وفين بياتهم، نايمين ولا ايه؟ كريمه نايمه اهو. ازيك يا نصر؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ ايوه بقى انا جيت لك اهو. انا جيت عشان تحكي لي المصايب اللي بتحصل. دخلت عليكي بالعجله؟ لا دخلنا بالعجلة. واحد الدكتور واحد زقان. خلاص عشان خاطر ضربتك فاطمه اللي على العجله؟ هي بعد ما اتخانقوا خدتها جوه، دخلنا اتفرجنا على فيلم اليتيمتين. فيلم ايه؟ فيلم اسمه اليتيمتين. دول نسوان وحشين، دول نسوان حلو. ما اسمحلكيش تقولي على نسواني كده. النشره بتاعتي جميله يا حبيبتي، بطوطه بحبها. لا يا حقك عليا والله، حقك عليا. ما تزعليش. ضربتك؟ طب تسألي ضربتني ولا ليه يا بطوطه؟ حرام، دي غلبانه ملهاش حد غيرنا. حرام يا بطوطه يا مفتريه كلبوزه. انتوا بتفكوا معركه النهارده في الضرب. نفسي مره الاقي بنطلون وحش تلبسه، كل البناطيل تلبسها حلوه. طب ايه رايك في الجلابيه بتاعتي؟ الخياطة بتاعتها سايبة. بص الخياطه بتاعتها سايبه يا رضا، اخص عليك يا رضا. يا رضا اتقي الله يا رضا. وريني كده، وريني رجليكي ما فيهاش البنطلون حلو، ده السيناريو اللي كل يوم ساعتين بتقولوا. بحب الليل بتاع الكفايه والناس نظرت تلطف وهي بتتكلم. واحده نازله من الشباك؟ ما هو فعلا تطلع لها في الشباك ولا ايه؟ كل شويه تقول لي في حد بيقف ورا الشباك بينزل عليا ضرب من ورا الشباك. ليه؟ المنيه الرياض ايوه دي زينب. التهنيه المدينه دي. زينب. خربت امها؟
تحفه. طب مالناش حل. كل ده عملتوه في سعوديه ولا مش انا؟ لا يلا على بيتي، يلا 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 ردك على بيتي، مش هينفع الكلام ده. يلا على بيتي على بيتي. يا ريت بيتنا تجينا في الدنيا ليه؟ روح على قلبي، لا ما تزعلش حقك عليا. يلا يلا بينا. اول ما سمعت في التلفزيون قلت له ربيتها زعلت قوي. ايه؟ فلان اللي جاي بس دي غلبانه، حتى في دي غلبانه دي. كنت بتفترسي عليا مفتريه، كل ربنا يهديكي. عضلات طيب والشيخ حرام عليك. ايه يا زي؟ بصي زينب بتسلم عليها اهي. ايه يا زي؟ ازاي؟ بتحبيها؟ بتحبيها يا زينب؟ بتحبيها ولا لا؟ زينب بتحبها تقعد تسال عليها. ده سعديه. يا عفانه. عندنا هنا يا جماعه ده السيناريو اللي انا بعيش عليه يوميا في دار زهره مصر. اول ما ادخل الدور الاقي سعديه مستقبلاني، تقول يرضيكي ملبسيني بنطلون معفن، جلابيه مقطعه، جلابيه مش عارفه ايه. فعادي يعني هي كده نظامها، فهي جميله زي الفل. اما بطوطه بقى لازم تيجي تقول لها معلش عشان خاطر انا بقول لك حاجه على انا كان انا اللي ضربت يا كان انا اللي قلت عليكي كلام وحش، سامحيني. ممكن تقول لها معلش عشان خاطر. هنصالح يا جماعه، هنصالح. ربنا يستر. لو قالت لك حاجه جايه تقول لك معلش، بتقول لك معلش. طبعا على كده. طبعا هي كده مين لا تتطلع انما انا ماليش حد وليه طلقت تطلب عليا. بتقول لك وليه بتاعت الكوره مسلطاكي عليا؟ انا بس انه حته مقطوعه هات لها هات البطوطه. والله وضغطت عليا وبقى الكتاب وقطع الكتاب عليا. خلاص قولي لها قولي لها عشان هي طيبه. شفتي بقى ان هي غلبانه ازاي يا بطوطه؟ شفتي؟ ملهاش حد غيرنا، ملهاش حد غيرنا. خلاص يا سعديه، الحمد لله صالحتكم على الله. يا سعديه يلا نشوفكم على خير يا طيبين. ما تنسوناش من الدعاء، ويا ريت الناس تتعظ من الحكايات والحاجات اللي الواحد بيشوفها. والله البني ادم ملوش في نفسه اي حاجه، تتعظ ويعملوا خير ويجبروا الخواطر، لان محدش ضامن نفسه. لو انا النهارده قاعد على كرسي ولابس ومتدلع ما اضمنش نفسي بكره هكون فين. كل الناس دي ولاد ناس، يعني كلهم اهاليهم ولاد ناس جدا جدا، محدش ضامن بكره في ايه والله. يا ريت الناس تتقي الله في بعض ويتقوا الله، وتبقى عارف الكلمه اللي بتطلع منك وبتاذي بيها غيرك دي ليها حساب كبير قوي عند ربنا. يلا اشوفكم على خير. لا اله الا الله محمد رسول الله. باي 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 باي.